كام شوية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. حبايبي عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهارده بقى مع بعض هنعمل السمك المشوي في البيت. السمك المشوي في البيت بالرده هيبقى الطعم حكايه وخرافه احسن من بره مليون مره. وهنعمل طبعا رز الصياديه اللي ايه، طالما في سمك لازم يكون في رز. وعندنا طبعا الجرجير زي ما انتم شايفين كده. بصوا انا نقعه في قلبي ايه، ميه وخل كده عشان خاطر اي حاجه فيه تطلع ويبقى في نفس الوقت جميل ومرعرع كده. تعالوا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه التتبيله، هنتبل ايه السمك وهنعمل الرز كله في وقت واحد. اول حاجه تعالوا بقى نحط ايه الحله على البوتاجاز ونعمل على طول الرز بتاعنا عبال ما تبل السمك. اول حاجه انا حطيت الزيت زي ما انتم شايفين. نحط البصلايه بقى اهي، زي ما متعودين ان في الرز بتاع السمك بيبقى طبعا الرز لازم يتحمر جامد قوي قوي، يعني يخش على يعني قبل ما يتحرق حاجه بسيطه اهو. في نفس الوقت عبال ما البصله تعمل اللون بتاعها يغير، تعالوا نتبل بقى مع بعض السمك. اول حاجه عندي اهي معلقه كزبره ومعلقه فلفل اسود صغيره ومعلقه ملح كبيره ومعلقه بهارات اللي هي ايه السمك، وطبعا الثوم. بس هقلب بس دول كده مع بعض واحط الثوم معاها واتبل على طول ايه السمك كده. زي ما انتم شايفين انا كده تبلت الايه السمك اهو. لسه في حاجات تانية هنعملها طبعا. كده البصله اتحمرت حلوه اهي. ننزل على طول بقى بالايه بالميه. طبعا ما تحطيش ميه كتير عشان خاطر لما تشوفي الاول الرز، عشان لما تعمليه لازم يكون الرز طبعا ايه ما يبقاش عايم قوي في قلب الميه، يعني حسب الرز اللي بتحطيه. كده الميه غليت، بنزل على طول بالرز بكون غسلاه. احط بقى الايه الملح احط الفلفل الاسود. طبعا الملح والفلفل الاسود حسب ما انتي بتعملي برضو الكميه اللي انت عايزاها. بس نقلب، سيبه بقى ايه، اغطي عليه واسيبه عشان خاطر اول ما يغلي اهو موطيه. انا كده خلصت كده يعتبر ايه الرز. شايفين اهو كده غلي. اغطي بقى عليه واغطيه واوطي. نيجي بقى للسمك هنا. عملت ايه؟ اول حاجه قطعت طماطميه كبيره، حط معلقه او معلقتين صغيرين من الايه الملح، حطي معلقه كزبره ومعلقه فلفل اسود بس. طيب تعالوا بقى نشوف. اول حاجه هعمل ايه، هقلبهم كده مع بعض. الملح مع الفلفل الاسود مع الكزبره كله كده مع بعضه، ونحشي بيه الحشوه بتاعتنا اللي هي بتاعت السمك اهو. طبعا السمكيه زي ما انتم شايفين القشر بتاعها هو زي ما هو، ده قشرها موجود عشان ان احنا هنحشيها. عشان هشويها ولا ايه؟ عشان حلوه هحشيها. طيب بصوا بقى هنا طبعا متبل الايه السمك متبل، وبرده الايه الحاجات اللي احنا الخضار اللي احنا بنحطه في قلبيه متبل برده اهو. شايفين واللي هيتبقى منهم
هنحط بقى شويه خل وهنحط ميه كتير فيه عشان خاطر برضو ايه هستخدمه ان احنا نسقي بيه اهو. دي الشويه دول هخليهم عشان نسقي بيهم الايه بعد ما بتخرج على طول من الايه من على النار. طب تعالوا نشوف الاول هنعمل ايه واحط الصاجه ازاي عشان يطلع زي بتاع المحلات بره بالظبط كده. انا جبت الرده زي ما انتم شايفين، رده ناعمه اهو، واجيب السمكه اهو من ناحيتين بس. هناخد واحده تاني نفس الحكايه مفيهاش اي حاجه. وهنا طبعا انا قطعت 3 ليمونات ولسه هحط ايه خل مع التتبيله اللي احنا كنا عاملين بيها عشان خاطر اول ما تخرج نسقي على طول بيها اهو. تعالوا بقى على البوتاجاز ونعمل نحط الايه الصاجه ونعملها مع بعض. زي ما انتم شايفين انا جبت الصاجه بتاعه البوتاجاز اهو ومخليها على طول ديت للايه للسمك اهو زي ما انتم شايفين كده. شايفين حط بقى ايه نقطه زيت كده عليها عشان تبقى السمكه طريه اهو. ومش هقلب الا لما بقى خلاص الاقي اللي تحت ديت الظهر بتاعها اتحمرت جامد وهتشوفوا المنظر بقى. شايفين اهو انا كده قلبتها بعد ما ايه بعد ما اتحمرت كده من تحت. شايفين بصوا المنظر اهي من ناحيتين اهي. نطلع بقى على طول وهوريكم على طول ايه نعمل ايه الخطوه الثانيه. نحط الاول سمكتين هنا واجي لكم تاني. اول ما ايه يخرج على طول كده اهو زي ما انتم شايفين في كده فيها ليمون، الميه بتاعتها فيها ليمون وفيها خل وفيها ايه التتبيله بتاعت السمك. شايفين منظر اهو. مش هتشتري ابدا سمك تاني زي ما انتم شايفين كده. انا خلصت السمك المشوي مش هتوديه تاني بره ولا تعمليه بره تاني، هتخليه هتعمليه على طول معايا هنا في البيت. تعالوا بقى نشوف هنا السمك الرز الصياديه بتاعنا اهو. نحطه بس في قلب طبق كده عشان نقدم. عايزه تغيري عندك اللي هو الطقم بتاع السمك اللي هو طقم السمك تحطي فيه عادي زي ما انتم شايفين اهو. انا كده خلصت كمان اهو السمك. لو عجبك بقى ما تنسيش السبسكرايب ليوميات مطبخ الياسمين وقولي لي رايك وتعليقاتك اهم حاجه واللايك الجميل اللي انت بتحطيه. واقول لكم كمان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لاحلى متابعين في الدنيا.